يا مساء الخيرات على حضراتكم جميعا. النهارده عندنا 3 مواضيع ممكن نعتبرهم واحد عن رحلة للأفروسنتريك، رحلة جديدة للأفروسنتريك. التاني تحذير وإنذار لبعض السادة ضيوف البركة اللي موجودين عندنا في مصر. التالت بشرة خير. خلينا نبتدي الأول بالرحلة بتاعت بيلي كارسون اللي جاية في شهر 10 الجاي. بيلي كارسون يفرق شوية عن أنتوني براودر وعن أشارة كواسي وعن أكسل وعن كابا. يفرق عنهم في إيه؟ نفس الفكر بتاع الأفروسنتريك اللي هو تشويه التاريخ وخلق يعني سرديات تاريخية ممكن نقول عليها التاريخ البديل، حاجات مش حقيقية، حاجات ملهاش أي مصادر وغير موثقة بأي شكل من الأشكال، ولكن هو واخد سردية تانية غير بتاعة براودر وأكسل والناس التانية اللي بتيجي دي. واللي اتكلمت مع حضراتكم إن في رحلة بالفعل موجودة، 3 جروبات اللي كان عليهم حراسة مشددة. وطبعا في ناس كتير قالوا طب ليه حراسة مشددة؟ ليه أصلا الناس دي تخش مصر؟ الحقيقة السؤال ده يتسأل للحكومة والمؤسسات المصرية ووزارة السياحة. احنا أقصى ما نتمناه ان ما يبقاش معاهم مرشد سياحي بيزور التاريخ او بيعملوا بعض الطقوس بتاعتهم اللي هي زي العباده اللي كنت كلمت حضراتكم عنهم قبل كده، اللي يقعدوا يتمسحوا في المعابد واللي يقعدوا يحضنوا فيها والحاجات الغريبه دي اللي هي تعتبر عندهم طقس ديني. وبيلي كارسون اللي جاي ده من الناس اللي بتعمل الرحلات كانه حج مقدس، يعني مش مجرد زياره سياحيه وان دول اجدادنا القدماء وكلام، لا هو بيسميها الحج المقدس. هم دول العبادة اللي بيخشوا في مصر. ليه بقى بيخشوا وليه بنعمل عليهم حراسة مشددة والكلام ده كله؟ والله دي حاجة اسألوا فيها المسؤولين، ولكن احنا كان كل أقصى ما نتمناه ان ما يعملوش الطقوس دي، ان هم يحترموا الاثار، ان هم ما يبقاش معاهم مرشدين بيقولوا سرديه تاريخيه مزوره، ان هم ما يعملوش المحاضرات، ان هم ما يقابلوش الاهالي بتوع النوبه والمناطق بتاعت الاقصر واسوان ويقعدوا يدسوا الافكار الغريبه اللي بيقعدوا يدسها لهم. لكن يتمنعوا او لا دي مش بتاعتنا، يعني دي حاجه مش في ايدينا. ولكن الرحله الجايه بتاعت بيلي كارسون دي جاي بفكره الحج المقدس. سرديته مختلفه عن الباقي. مختلفه في ايه؟ مختلفه ان واحد زي بيلي كارسون ده بيتكلم على ان اللي بنى الحضاره هم مش بني ادمين اصلا، ان في حاجه الانوناكي دول نزلوا من الفضاء، نزلوا على الارض، غيروا جينات البشر وخلوهم يبنوا الحضاره المصريه والكثير من الحضارات التانية. هو ما بيتكلمش على الحضاره المصريه بس، ولكن هو بيختص شويتين 3 الحضاره المصريه. موضوع الانوناكي ده، الموضوع بتاع الانوناكي ده اللي كان اشاره كواسي اتكلم فيه وقال ان الانوناكي ما بنوش الاهرامات، ان هم ما بنوش الحضاره اللي بناها اللي هم الافارقه السود. فهم مختلفين في السرديه ولكن الاثنين تزوير. Anunnaki. No Anunnaki, no extraterrestrials had nothing to do with this. No spacemen, but black men. The Cometians who were involved in building this. Every time something comes to Africa, somebody else had to do it. Yes. All right? But everywhere else in the world, okay, they are the ones, the Greeks, they built this, the Chinese built this, but come to Africa, somebody else had to do it, even though you got all the colossals and the statues of the Kemetic Africans who were involved in building this. So you're standing also right in the center of the earth. That means they knew the science of geodesics, building the pyramid right in the center of the earth. So we're going to bring all this to life tonight. That's the importance of having an educational program. That's why we call it Kemet Nu, Know Thyself. Kemet Nu means what? Black people know thyself. ده حضراتكم الرحلة بتاعته في شهر 10 الجاي. طبعا عامل يعني جروب وتعالوا هتشوفوا العمق وهتشوفوا الحاجات اللي محدش بيتكلم فيها والحضارة المخفية. واخر حاجة كان قالها بيلي كارسون اثارت الجدل، ان هو بيدعي ان في مدينة كاملة تحت اهرامات الجيزة، وان الاهرامات دي مش مقابر ولا يعني مش اللي احنا بنتكلم فيه خالص. الاهرامات دي عبارة عن مولدات للطاقة اللي برضو عملها الانوناكي اللي هم بتوع الفضاء، اللي هم سكان الفضاء. طبعا سردية في سكان الفضاء والحاجات اللي هي ما وراء الطبيعة دي بتلاقي رواج كتير قوي عند ناس كتير موجودة، وده سبب ان هو في ناس كتير بتسمعه، في ملايين بتسمعه. بيعمل البودكاست وبيستضيف برضو بتوع الافروسنتريك يعني نقدر نقول ان الخلاف بينهم مش كتير، الاتنين مزورين للتاريخ. وبرضه هو من الناس اللي بتنسب الحضارة للأفارقة السود، ان بناة الحضارة هم من الأفارقة السود. طبعا ده نازل وعامل طبعا برضه الجدول بتاعه
نزلت لحضراتكم امبارح اللينك بتاع جمع التوقيعات علشان تتلغي هذه الرحلة ونعبر عن رفضنا. برضو بعض الناس بيقولوا لي هو احنا مستنيين او الحكومة مستنية او المؤسسات المصرية او وزارة السياحة مستنية ان احنا نجمع توقيعات عشان نعلن رفضنا لهذه الرحلات. يا فندم ده اللي في ايدينا ده اللي في ايدينا ان احنا نتكلم. جايز جدا يكون من كتر ما بنتكلم عن المواضيع دي وان احنا راصدين الرحلات بتاعتهم زي الرحلة بتاعت براودر اللي موجودة حاليا بقى في تشديد للاجراءات والتأمين والكلام ده كله، لدرجة ان الجروبات اللي موجودة رفضت ان هي تعمل الرحلات اللي بعد زيارة المعابد. قالت لا، وادعوا على المصريين ان هم بيعاملوهم وحش طبعا عشان مش واخدين حريتهم. ممكن نعتبرها بداية. المهم هو ده بيلي كارسون وهو اللي بيتكلم على الفضائيين اللي عملوا الحضارة المصرية. Come to Egypt with me. I will take you to one of the halls of Amenti. I will take you to one. I will let you touch an actual rejuvenation chamber. You will see them. You will feel them. You will see solid diorite warped by an energy beam. You can't warp diorite without breaking it. It doesn't warp. But you'll see solid diorite warped. You'll see a gigantic rejuvenation chamber that's been warped by some type of an exotic energy field. And you can touch it. You'll see things that you never thought would exist on this planet. That's what I do when I take people to Egypt. The Anunnaki, that's the name of the beings that, according to the ancient texts, came from heaven to earth. In the Egyptian culture, they call them the Natiru, and they said they came to earth and turned mud into a kingdom. In the Bible, they call them the Anak. They have these names in all different cultures. نتمنى من المسؤولين لان احنا الحقيقه ما بنلحقش على الرحلات بتاعتهم، رحله تمشي التانيه تيجي، رحله تمشي التانيه تيجي، وكل واحد بفكر مختلف وكل واحد بسرديه مزوره مختلفه، وطبعا يعني الواحد ما بقاش ملاحق على الاعداد. فنتمنى ان الرحلات بتاعت الفضائيين دي تتمنع من دخول مصر. الحقيقه يعني هيبقى العائد منها سلبي اكتر منه ايجابي، وحاجه كده زي ما بيقولوا كتر تكرار سرديه مزوره، كتر تكرارها ونشرها والترويج ليها بعد فتره من الزمن بتصبح مصدقه، وهي مصدقه بالفعل عند الكثير يعني من فاقدي الهويه والحضاره. في الاخر هو عايز يسلبك هذه الحضاره ويقول ان هي بقى حضاره فضائيين، حضاره افارقه سود، حضاره عفريت، اي حاجه، لكن هي مش الحضاره بتاعتك وانت مش ابن هذه الحضاره. الموضوع التاني عندنا اعتبروه انذار السادة ضيوف البركة اللي موجودين عندنا وتحديدا السودانيين. قبلكم أول ما دخل السودانيين في 2023 إبريل 2023 وبدأوا يتطاولوا، فالمواطن المصري العادي جدا استغرب هو ليه التطاول، ليه التجاوز، ليه بجروشي، ليه التجاوزات اللي بتحصل دي. بعديها على طول طلع السوري تجاوز يعني زي ما يكون كده خد ايه السوداني او بعض السودانيين خدهم نموذج ان هو يتعامل بالطريقه دي مع المصريين، فطلع قال بمصريه انا داخل بفلوسي انا كمان، وانا علمتكم الاكل والذوق والنظافه، واحنا رفعنا اقتصادكم، واحنا كل الكلام العظيم ده. ما كان من الشعب المصري ان هو يلفظ وجود السوريين، وقال لك مش عايزينك، خد سيخ الشاورما بتاعك واتكل على الله، يعني اقتصادنا ايه، ارفع اقتصاد بلدك. وقلب على السوريين. وبعد انهيار النظام السوري اللي هو بشار اللي غير مؤيده لبشار ولا غيره، طلع بعد كده الاحتفالات بتاعت السوريين اللي بيأيدوا فيها الجولاني، اللي في يوم من الايام كان عايز يبقى فيه يعني صراع مسلح ما بين الاخوان وما بين الجيش المصري، وكان بيهاجم الجيش المصري. فبالتالي المواطن المصري ما بقاش طايق وجود السوري اللي هو بيدعم الجولاني الارهابي. نفس الموقف ونفس الموضوع بيتكرر دلوقتي مع السودانيين. ناس كتير ظنوا ان ممكن المصري يجي بطريقه خدوهم بالصوت، اللي هو انا هشتمك وهقول لك رافع اقتصادك وان انا قاعد بجروشي وانا فانت هتتهت وتخاف، فانت هتقلق. ما يعرفوش ان المواضيع دي بتيجي بشكل عكسي. النهارده ولا اعلم ان كان الموضوع ده حقيقي وان كنت رافضه، ولكن انا ما فيش في ايدي ان انا امنعه كمواطن مصري كبني ادم مصري عادي. النهارده في واحد طالع بيقول ان هو تقريبا كان في رمسيس، ان هو سوداني، وطلع عليه بلطجيه ونزلوا ضرب فيه، وبيتكلم على واحد اسمه دمحوك، ده واحد عرة اللي بيطلع على طول يتف على المصريين وهو لاجئ جربان قاعد بره، يعني ما بيعملش حاجه غير ان هو بيتنطط بمزيكا كده في الميادين زي القرد ابو سديري، ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيشتم المصريين. فاللي اتضرب ده بيقول له يعني كفايه، المصريين ما بقوش طايقنا.
اعتقد ان ده انذار بشكل او باخر لاي حد ممكن يتخيل ان الموضوع ممكن يتاخد بالصوت. فكرة ان في بعض السودانيين اللي قاعدين بره وعاملين السودانيين اللي موجودين في مصر او ليبيا او اي مكان هم قاعدين فيه من الدول الحدودية المحيطة بالسودان عاملينهم محتوى، ودي من ابخس وارخص الحاجات اللي ممكن حد يعملها في شعب بلده او اهل بلده. انتوا عاملينهم محتوى، ولكن في الداخل زي وليد غير الطاهر كده، وفي واحدة كده برضو يعني مش ما اعرف لهاش اسم، يعني عاملة منى الحلواني مثلا محتوى. فانتوا النهاردة بتأذوا اللي قاعدين جوه. انا الحقيقه وللامانه برضو انا بتجيلي رسائل كتير من سودانيين وجنسيات مختلفه بيبعتوا لي رسائل كتير بيعتذروا، ولكن انا ما بحبش اطلع الكلام ده مش عشان حاجه، يعني نوع من انواع ان انا مش عايزه استغل موضوع زي ده ان الناس دي جايبه ورا، او في نوع من انواع ان هم يعني متدنيين او منبطحين عند بعض الناس من السودانيين، لان في سودانيين شايفين ان انت فكره ان انت تعترف ان في دوله فتحت لك بابها واستضافتك ودعمتك والكلام ده كله ان هو تدني وانبطاح. فانا ما بعرضش ده، ولكن ده موجود، هم مش كتير يعني يتعدوا، لكن في ناس بتبعت احنا نعتذر وانتوا استضفتونا وانتوا عملتونا واحنا بنتضرر من اللي قاعدين بره. فخد بالك يا اللي قاعد بره، انت بتكره المصريين اكتر. احنا شايفين بعض التصرفات وبيانات وزارة الداخلية اللي بتنزل كل يوم والتاني، فالناس اساسا سخنة، فما تسخنش على اللي جوه. انت قاعد بره مرتاح فما تسخنش على اللي جوه، وخصوصا ان انت اللي بره اصلا مش مرتاحين. يعني برضو كان في واحدة سودانية في السويد بتقول انها بمجرد ما ولدت خدوها حطوها في مصحة نفسية وخدوا بنتها اللي يعني بقالها 3 شهور تقريبا، وادعوا او قالوا على السودانية دي ان هي مجنونة وخدوا بنتها منها. فانتوا بره مش مرتاحين. اوعوا تفتكروا ان اوروبا يعني دي اعظم حاجة. اعظم حاجة بالنسبة لاي بني ادم هي بلده الاصلي، فما تكرهوش اقرب الدول ليكوا. يعني النهاردة مصر من اكتر الدول اللي استوعبت اعداد من كل الجنسيات وتحديدا السودانيين، اللي احتضنت الكثير، اللي وفرت الكثير. وانا امبارح كنت بوري حضراتكم ان النهارده على الموقع بتاع السفارة السودانية بالاسم مين محتاج الادوية بتاعت زراعة الكلى يروح يستلم ويعمل. مفيش دولة عملت كده، مفيش دولة هتعمل كده، مفيش دولة هتعمل تخفيضات 70% لطب وهندسة ومختلف الكليات وتخش بمجموع 70% على حساب المصري. ودي حاجة مش بترضينا، دي حاجة مش بترضينا، ولكن ده تعامل الدولة المصرية وسياسات الدولة المصرية اللي هي بنسبة كبيرة مش مرضية لينا. فما توصلوش الدولة المصرية نفسها والمؤسسات والمسؤولين ان هم كمان يعني يشوفوا ان المصريين خلاص وصلوا لمرحلة الانفجار منكم فيبتدوا يغيروا سياساتهم، وهو ده بالفعل اللي ابتدى يحصل. فالنهاردة اللي قاعدين بره لموا نفسكم شوية، اللي جوه مش مستحملين. وموضوع بمصرية وبجروشي والكلام ده لا خالص يا فندم، خد جروشك وروح على اي دولة. واعتقد لما يطلع مواطن سوداني محترم وهو مش عايش في مصر يعني هتقول متدني منبطح، لا هو ممكن يكون واعي شوية عن بعض الناس اللي بتتكلم، هو ممكن يكون مراعي اهله اللي موجودين في مصر، هو فارق معاه شعبه او اهل بلده اللي عايشين معاهم في مصر، فيطلع يقول كلمة حق. اكتر كلمة مستفزة يسمعها واحد في بلده من اجنبي انه يقول له انا قاعد بحقي او نحن قاعدين بحقنا، وللاسف دي كلمة سودانية بحتة. انا اسالكم بعض الاسئلة يا سودانيين ويا سودانيات. السوريين لما جا قعدوا عندنا وجو براس مالهم يعني جو بحقهم وفتحوا شركات ومصانع ومحلات ومطاعم وورش وعملوا بيزنس كبير في السودان، هل فيهم واحد يوم من الايام قال انا قاعد بحقي؟ الإجابة لا، حاشاهم ما بقولوا. تمام. طيب لو في واحد قال الكلام ده كان حصل شنو؟ كان قمنا عليهم ثاني يوم وطردناهم، ما أنا عرفنا. طيب أنت لما مشيت هناك قلت قاعد بحقك، طيب ليه ما مشيت الإمارات؟ مع الجماعة ديك ناس الإمارات تحب السودان. طيب ليه ما مشيت تركيا؟ ليه ما مشيت السعودية؟ عشان ما ادوك تأشيرة. مظبوط؟ طيب تمام. الدولة اللي أنت قاعد فيها دي دولة مصر دي ادوك تأشيرة؟ الإجابة لا. مع ذلك برضه تمشي تتفاصح. طيب بس خلينا اديك معلومات صغيرونة كده يمكن يعني عقلك يستوعبها. أي دولة محترمة في العالم قاعد تبني الخدمات العامة على حسب عدد السكان. الخدمات العامة دي شنو؟ اللي هي المواصلات والمدارس والمستشفيات. تمام. المستشفيات او المراكز الصحيه دي كلها تبع القطاع الصحي، دي كلها خدمات تبع الدوله. طيب وبتعملها لمواطنينها. الدول الغنيه بتعمل الخدمات دي اكبر على توقع انه نسبه السكان تزيد. طيب الدول اللي بتكون شويه ما قادره فبتحاول قدر الامكان انها تكفي عدد السكان بالخدمات دي، يعني الخدمات دي تكون مكفيه لعدد السكان. طيب مثلا زي الدوله المصريه هي اساسا عندهم انفجار سكاني ما شاء الله تبارك الله ربنا يزيد ويبارك، يعني دي حاجه ذاتها حلوه ما بطاله. طيب
يعني عنده نقص في الخدمات دي، ومع ذلك سمحوا لك انت جاي بحقك ده انك انت تستخدم الخدمات العامه دي. يعني انت بحقك بتركب المترو مع انه المفروض تركب تاكسي، بتركب المواصلات العامه مع انك المفروض تركب تاكسي، بتمشي المستشفى العام مع انك المفروض تمشي مستشفى خاص، ده كله انت ما قدرته. ومع ذلك لو في واحد يتكلم معاك انت بتقول له انا قاعد بحقي. طيب انا هديك مثال بسيط، في مستشفى اسمه 57 بتاع السرطان. المستشفى ده يتبنى بالعون الذاتي، يعني ما بنته الدوله. يعني المصريين دول كلهم كده قالوا يا اخواننا احنا عايزين لنا مستشفى كبير ضخم يكون فيه عدد سراير كبيره ويكفي لنا عدد المرضى وحاجه زي دي. عملوا تبرعات في التلفزيون اذكرها انا، حتى رقم الحساب هو بنفس بنفس اسم المستشفى 57 وكانت دعايه كبيره تقريبا الوطن العربي ده كله شافها. طيب جمعوا تبرعات من اموال الزكاه، من اموال الصدقات، تمام، وجاءوا دعم من هنا ومن هنا، في النهايه بنوا المستشفى الضخم الجميل اللي انت شايفه ده. المستشفى ده بنوه للمصريين. انت لما مشيت هناك الواقف في الباب بتاع الامن ده قال لك احنا بنعالجك؟ لا، سمح لك تدخل. طيب لما خشيت جوا عشان تسجل بياناتك عند الممرضه ولا الموظف قال لك لا اطلع برا؟ ما قال لك. طيب لما خشيت عند الدكتور جوا مش ابتسم لك وقال لك الف سلامه عليك؟ ليك انت اولى المريض اللي انت معاه الف سلامه عليك وقابلك بوش طيب وبكلام طيب. الكلام ده كله حصل مع ان انت المفروض انت ما تخش هنا المستشفى ده من اساسه. ليه؟ لانه حسب كلامك انت جاي بحقك. فيبقى يا سيد الفاضل انت ما جاي بحقك، انت جاي تتباجح بس. الناس الجايين بحقهم هم الرأسمالية السودانيين، وديل عايشين في مناطق انت ما قاعد تشوفها. ديل عايشين هناك في مدن نظيفة بعيد وما بيتكلموا وما بيصرحوا وما بيقولوا ادبهم، محترمين نفسهم وعارفين نفسهم جايين ليه، عندهم بيزنس، عندهم شركات، عندهم حاجاتهم بيعملوها، ما قاعدين يتكلموا، ما قاعدين يطلعوا في الميديا، ما قاعدين يشتموا الناس. اللي بيعمل العمايل دي انت ده الجاي دخلت بطريقة غير شرعية. الكلمة بتاعت احنا قاعدين بحقنا دي كلمة مستفزة. ولكن على الناحية التانية بقى نلاقي من سيبكم من ده محوك الأسطورة ده جربوع عايش بره، يعني حتى الرد عليه يعني خسارة فيه. ولكن في واحدة تانية برضو كده على طول تطلع، هي عاملة منى الحلواني محتوى. منى الحلواني تقول حاجة فهي تطلع ترد عليها، فآخر حاجة بتقول كفاية، يعني احنا مش هنسكت على الإهانات والنبذ والمش عارفة ايه بتاع المصريين. عرض أو شرف السودانيات خط أحمر، كرامة السودانيين خط أحمر. على فكرة خط أحمر دي روحوا قولوها لابولولو وحميدتي العرة تاجر الجمال ساقط الإعدادية الجربوع. ما تقوله لناش احنا، مش احنا اللي هتكنا عرض نساء السودان. ربنا يحفظهم وربنا يزيح الكرب وربنا يهون عليهم. اللي شافوه في دارفور والفاشر وفي الحتت دي اللي فيها الدعم السريع مش قليل، ولا نتمناه يعني الألد أعدائنا، ما نتمناهوش لحد. ولكن روحي قولي الكلام ده لحد تاني، مش احنا اللي انتهكنا كرامتكم ولا احنا اللي انتهكنا شرف نساء السودان. ربنا يحفظ الجميع يا رب. ولكن النهاردة ده المتحدث العسكري بنفسه على الصفحة الرسمية جايب جرابيع الدهابة اللي دخلوا بسلاح ومخدرات وبيهربوا السولر وبيهربوا البنزين وبينقبوا بشكل غير شرعي وموجودين بالمئات، موجودين يعني مصورهم وطالعين بيتكلموا. يبقى احنا اللي بننبذ، يبقى احنا اللي بننشر الكراهيه. وبعدين لما تطلعي تقولي الدنيا دواره وهيجي لكم الرد الالهي، يعني عايزين مصيبه تجيلنا. زي برضو واحد تاني يقول لو المصريين جالهم بيقولوا عليه صحفي السوداني ان المصريين لو جات لهم مصيبه تشيلك. والله مصيبه تاخدك، مش هتلاقوا غير السودان. طب واحنا لو جات لنا لا قدر الله مصيبه، ربنا يحفظ بلدنا وشعبها وجيشها وكل مؤسساتها، هنروح السودان من هم الهم يا قلبي لا تحزن؟ يعني عارف اللي هو ايه، مصيبه في مصر ارحم من السودان والله العظيم. واللي بيحصل فيها نموت في بلدنا على الاقل، نموت وندفن في بلدنا، لكن مش هنجيلكوا. الله وكيل ما هنجيلكوا، مش عايزين نيجي. كل ده في الاخر انتوا طالعين اللي بتحذرونا وضايقوك في حياتك. هم قاعدين معاك في بيت واحد انت بتاكل عليهم ولا بتصرفي عليهم؟ يلا يا جماعه عشان لحد هنا ده الحياه دي ما يحصل فيها دم ويحصل فيها حرب. لحد هنا كفايه. كل واحد فيكم يمسك خشمه. عندكم كلام طيب قولوا، ما عندكم كلام طيب تسكتوا ساي. السودانيين لو قعدوا السنه دي السنه الجايه ما حيقعدوا. وانا بس بقول حاجه واحده، كما تدين تدان. وانا مستنيه الرد الالهي ده، انا كل المستنيه ومستنيه بس رد الهي عاجل. أعتقد أن دكتور أحمد عكاشة الطبيب النفسي الشهير محتاج يكشف عن الناس دي ويقدم لنا كده تقرير يقول لنا هي الناس دي عايشة في اللالا لاند ازاي، أو هم عايشين كده ازاي. زي حضرتك النهاردة بلدك اتقسمت وفيها حرب وده وتيجي تقولي حلايب وشلاتين سودانية، والواحد بقى يشفق من رد عليكم. يعني خلاص نرد نقول ايه، ما فيهاش رد. ولكن الحاجة التانية بقى اللي هي بشرى سارة، السوريين اللي موجودين في مصر
الموضوع بقى أشبه بالاستحالة استمرارهم في مصر. وطبعا ناس كتير طلعوا اتكلموا على ان هم يعني بيبيعوا باسعار قليله، لان بقى في صعوبه لتجديد الاقامه، طبعا لان هم كانوا قاعدين بتاشيرات سياحه 14 و15 سنه وما بيدفعوش، وكانوا عاملين بعض الكباري المصريه من الباطن كده ويعملوا مشاريع. كل ده وقف بشكل او باخر، وان المتاح دلوقتي هو تاشيره الاستثمار، التاشيره الاستثماريه، ودي فيها كلام كتير برضو. احنا عايزين استثمار حقيقي مش مجرد لعب عيال، او الاقامه واقامه دراسيه ولازم تبقى قديمه. يمكن الاخبار عن السوريين بمصر قلت شوي، فهذا يعني انه انتم بتحسبوا انه والله خلاص الحمله انتهت وحياه ورديه بمصر بالنسبه للسوريين وما عندهم اي مشاكل. بحب اقول لكم للاسف هذا الشيء غلط. طبعا للاسف الحملات زادت بنسبه كثير 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 كبيره، وحاليا صاروا يدخلوا على البيوت. بعض الجيران المصريين صاروا يفسدوا على الجيران السوريين او يخبروا عنهم او يوشوا عنهم انه في هون سوريين ما عندهم اقامات، تعالوا امسكوهم. ولتزيد الطين بله، اللي معه اقامه دراسيه، اللي معه كرت اقامه دراسيه ساريه وبيشتغل، تعال هون انت ما بتصير تشتغل، معك اقامه دراسيه على اولادك، طقوا له اياها، يلا على البيت على سوريا. صارت حادثه من يومين اكيد تعرفوا منطقه نيو كايرو، القاهره الجديده، بالذات منطقه الرحاب، فيها تجمع سوريين كبير. فيها سوقين معروفين، السوق الشرقي والسوق القديم اللي هو السوق الشعبي بالرحاب. فاجت احد المذيعات، مذيعه سوريه ومذيعه مصريه، صارت تسال الناس انه شلون الحياه بمصر؟ بتسال الجمهور على تعيين سوريين يعني. فمعظمهم جاوبوها الحمد لله مصر وسوريا واحده ومبسوطين والحياه جميله والحياه ورديه ونحن ما حاسين بغربه، والوضع كله تمام. هذا الشيء كثير حلو. البعض جاوب انه لا، يعني الحياه حلوه بس شوي عم بدقوا علينا على موضوع الاقامات، تضييق شوي على السوريين مشان موضوع الاقامات والقصص هي، عم بصير في شويه ترحيل. ماضي 24 او 48 ساعه نزل الريبورتاج على السوشيال ميديا والقامت القيامه. اعتقلوا المذيعه، اعتقلوا المصور، اعتقلوا الناس اللي حكت بالمنيح على مصر، واعتقلوا الناس اللي حكت قالت انه شوي تضييق بالاقامات. ترحلوا الجميع. المذيعه المصريه اكيد فرقه اذن، راحوا كلهم على الامن الوطني كم يوم، وبعدين على العباسيه على الجوازات، يلا على اول طياره على سوريا من الاردن، بعدين من الاردن لسوريا. فالوضع بمصر سيء، كل شيء ما عنده اقامه، يا اما يحمل حاله ويرجع، يا اما يظبط اقامه. ما بقى لكم يظبطوا اقامه بمكتبي انا، مكتب كوزم خدمات سياحيه، في كثير مكاتب اللي بترتاحوا له اشتغلوا عنده، يا اما احمل حالك ونزل احسن ما يعني واحد يتبهدل اكثر من هيك. اللي عنده هلا المدارس خلصت، اللي خلص مدارس اولاده يضبضب يخلص شغله ويحمل حاله ينزل. نصيحه مني لكم، لان الوضع كل مره على اسوء. حتى اليوم اذا انت معك وراء لعمل شركه مثلا سجل تجاري بطاقه ضريبيه وما طلعت سكرت الاقامه عم بشقوها، اذا اقامتك خالصه امبارحه ومسكوه كل يوم عم بشقوها. وما في والله نقول هالمنطقه ما بدخلوا لها، هالمنطقه بدخلوا لها، لا، غير القاهره، بطنطا، بالمنصوره، بالمنوفيه، بالاسكندريه، حتى بالغردقه مليان دوريات وكماين بالنسبه للسوريين. الفيديو صار طويل ولكن حبيت انبه اللي عم بصير بمصر. اللي عم بصير بمصر شيء كثير بشع. بتمنى اي حدا بيقدر يساعد بموضوع السوريين يساعد. كثير عم تجيني مسجات انه نحن ما عندنا حق تيكت الطياره من شباب صغيرين طلعوا يا حرام عم بيشتغلوا براتب 6 7000 جنيه 8000 جنيه باحسن الاحوال، بدهم يرجعوا على سوريا ما عندهم كرت طياره. فبطلب انا من رجال الاعمال المصريين من الجاليه السوريه بمصر يساعدوا هالناس قدر المستطاع، على القليله بس يامنوا لنا حق تيكت الطياره او عوده بالباص على سوريا لحتى يخلصوا من هاي الشيء اللي عم بصير. برجع بقول لكل الناس اللي قادره تنزل، اذا عندك حجره بسوريا انزل، هي نصيحه مني لكم. طولت الفيديو. انا حسام كوزم، مستمرين باصدارات فيزا الى مصر. لا تقول شلون انا عم بنبه السوريين انه لا تروحوا على مصر وبنفس الوقت عطارق فيز لمصر. طبعا فيزا لمصر مدتها شهر، تقعد فيها بشكل قانوني، ما حدا بيحكي معك اي شيء، بتعمل سياحه، بتزور قرايبينك، اذا عندك شيء طبي والى اخره. خلصت، حمل حالك ورجع. اذا حابب تضل بمصر عندك كذا اوبشن، يا اما تعمل اقامه دراسيه تكون طالب بالجامعه تجيب قيد دراسي ونعمل لك اياها اقامه دراسيه، يا اما تعمل اقامه استثماريه تفتح شغل وتسوي اقامه استثماريه مدتها سنه، طبعا تعطي لاسرتك لاولادك لمرتك بشكل مجاني، او امك وابوك زمالك متزوج. النصيحه خلصت الشهر، ضبضب وحمل حالك ونزل احسن ما يتعرض لمساءله قانونيه ويتبهدل. لا، حبيت تضل عندك كذا نوع من الاقامه، الاستثماريه، الدراسيه وغيرهم. ما في زوجة مصري ما فيك تاخذها على السنه الاولى، بدك تاخذها على السنه الثانيه، يعني بتسوي استثماريه اول سنه بعدين بتقلب على اقامه زوجة مصري او زوجة مصريه السنه اللي بعدها. مصر حلوه، شعبها حلو طيب جميل، ولكن هن بدهم هيك. الحكومه المصريه بدها الشخص اللي قاعد عنده سواء سوري سوداني والى اخره يقعد عنده بطريقه نظاميه. اللي داخل تهريب كمان يحمل حاله يرجع يسكر كارت الاصفر والمفوضيه اللي داخل عن طريق السودان. الفيديو يطول شرحه ولكن حبيت انوه لبعض الامور العريضه. راح ارجع لكم بالمانشيت العريض. كل حدا ما عنده اقامه نصيحه خلال ايام يحمل حاله وينزل.
دي بشرة خير والله. ده كلامهم، ان انت حتى الناس اللي كانت بتطلع تقول تأشيرة وهنوفر لك تأشيرة ومش عارفة ايه، الحقيقة في ناس كانت بتسألني عن الموضوع ده وكنت بقول لهم الموضوع بالنسبة للسوريين تحديدا واقف، مفيش الكلام ده. فهو الراجل يعني دي شغلته ان هو يطلع تأشيرة. قال لك هي شهر سياحة، لدرجة ان النهاردة تلفزيون سوريا اللي يعني تعب من كتر ما بيهاجم مصر وتعب من كتر ما كل يوم والتاني يطلع يصيح وينوح على موضوع السوريين وان هم بيبيعوا شققهم وبيبيعوا معاملهم ومحلاتهم والحاجات بتاعتهم، النهاردة وصل بيه البؤس ان هو بيتكلم عن المقابر، ان النهاردة ان هم سابوا احبابهم في مصر. معلش يعني هو سؤال يعني هو انتوا اللي تعبكوا قوي موضوع ان انتوا مش هتعرفوا تزوروا المقابر وتزوروا اهاليكوا اللي موجودين في المقابر. على فكرة ممكن تعمل تأشيرة سياحة وتبقى تنزل تزور اهلك اللي توفاهم الله، ربنا يرحم الجميع، وترجع على سوريا تاني. محدش قال ابدا ان النهاردة لو يعني حد مات له حد في حتة مثلا ان هو بيفضل قاعد جنبه. يعني انا النهارده قاعد جنب قبر امي قبر ابويا، ده على اساس ان انتوا كنتوا كل يوم بتروحوا يعني توزعوا صدقه رحمه ونور عليهم. فالحقيقه انتوا وصلتوا من البؤس النهارده. طب والاموات، طب نعمل ايه في الاموات؟ تعالوا زوروهم يا حبيبي، تعالى زورهم يا بابا. فدي المؤشرات اللي احنا بنتكلم عليها، ان انت مش عارف تخش البلد، ان اقامتك السياحيه خلاص شكرا، ان الاستثمار نتمنى وده اللي لينا فيه كلام بقى، ان مش واحد يعمل لي كشك ولا يعمل لي فرن عيش ولا يعمل لي صينيتين بسبوسه والناس اللي بيقفوا في الشوارع دول وتقول لي مستثمر. لا، مستثمر اتكل على الله. احنا عايزين استثمار حقيقي ويبقى النسبه فيه للعاملين للمصريين. قانون العمل في حاجات عايزه تتعدل، والله في حاجات عايزه تتعدل. التجنيس يا فندم لازم نعمل ستوب شويه، لازم نقف شويه. موضوع الجوازات اللي رايحه جايه من كل الجنسيات دي عشان الاقامات، ودي بقت اسهل حاجه دلوقتي. وطبعا للاسف الشديد ودي حاجه مش احسن حاجه ان الواحد يقولها، ان في بعض الاهالي بيرموا عيالهم. وكان في نموذج للموضوع ده، ان في بنت طالعه بتقول ان في واحد خليجي ده عنده 32 سنه، لا عنده 45 سنه، لا عنده 59 سنه. يعني بتوصل في الاخر ان هي يعني راجل مسن من جنسيه احدى الدول قاعد في مصر يعني خليجي، ويعني لن نذكر الجنسيات كلكم عارفينها. يعني المهم ان اهلها عايزين يبيعوها. ده موجود، احنا مش مجتمع ملائكي وموجود من زمان. زي ما في اهالي بترمي عيالها في البحر الهجره غير الشرعيه عشان يروح يشتغل باليورو او بالدولار ويجهز اخته 30 مليون حاجه عشان تتجوز واحد اصلا مش عارف يصرف عليها، في ناس برضو بترمي بناتها. احنا مش مجتمع ملائكي، ده موجود وده موجود. ولكن النهارده مش عشان حد رمى بنته ولا ابنه استرخص جوازه ايا ما يكون السبب، فاحنا النهارده بنلبس في اجيال جديده بجنسيه مصريه. ارجو تقنين هذا الموضوع. وتاني وتالت ورابع، تملك الاجانب. صحيح اللي اشترى بشكل يعني مخالف للقنوات الشرعيه، اللي هو بيحول فلوس من بره تحول للجهاز المصرفي المصري، كل الحاجات دي لما تيجي تسجل هتتعب، هيطلع عينك، مش هتعرف اصلا. ولكن احنا عارفين ان البيع بيتم ازاي، عقود ابتدائي بقى والقصص دي. فاحنا عايزين نقنن شويه المواضيع دي، واعتقد ان بنسبه كبيره في بشريات خير من الجنسيه السوريه، ان وجودهم في مصر بقى صعب، ان تواجدهم في مصر بقى صعب من جديد. لسه عندنا قديم في بعضه مشي، ولكن مثلا عندنا 135 ألف لاجئ سوري. خلاص انتفى سبب اللجوء، اتكل على الله يرجع على بلده. النهارده كل دوله بترجع اللي عندها. النهارده السويد مثلا حتى الحاصلين على الجنسيه السويديه الفرد بتديله 36 ألف دولار، العيله 60 ألف دولار عشان يتنازل عن الجنسيه ويرجع لسوريا. وفي ناس بالفعل قدمت على ده ورجعوا لبلدهم. فالنهارده اللاجئ السوري في مصر انتفع من عليه سبب اللجوء، يتكل على الله يرجع بلده. في تطور بطيء جدا في الملف ده، ولكن في تطور. هنزل لحضراتكم اللينك بتاع الرحله بتاعت بيلي كارسون عشان توقيعات. خشوا الايميل وكده ووقعوا على رفضكم لتواجد هذه الرحله في مصر. الراجل بتاع الفضائيين ده انا كنت نزلته امبارح لحضراتكم، بس في ناس افتكروا ان انا منزلاه ان الرحله اتلغت. لا يا فندم، احنا بنجمع توقيعات عشان نلغي هذه الرحله. هسيب لحضراتكم اللينك، وقعوا وامضوا، او يعني وقعوا بالايميل واسمكم على ان احنا رافضين هذه الرحله. لعل وعسى صوتنا يوصل، والرحلات المتتاليه اللي ورا بعضها اللي كترت قوي 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 مؤخرا دي تهدى شويه وتستوب شويه. ونتمنى طبعا ان يعني يبقى في تطور اسرع في ملف الساده ضيوف البركه. وخلينا نقولها زي ما بنقولها دايما، ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب. ارضي وانا حر فيها، ولا تلومن الا انفسكم.